السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ روتينات سعديزات. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. جيتكم اليوم بفيديو تاع وصفه عباره عن بسطيله بالسردين، ولا لمحبي السردين ويحبوا هكذا الاكلات كما نقولوا حجم عائلي وحاجه خفيفه. نقول لك هذه الوصفه راح تعجبك. الو حبيباتي، قلت لكم هذه الوصفه سهله سريعه، حجم عائلي وتجبنينه هكا، تبدلي شويه من السردين المقلي ولا حبيتي ديريه ولا مشوي ما في الكوشه. نعرفوا باللي السردين تقدروا ديروه دولمه ولا شطيحه ولا فيه بزاف وصفات، بصح هذه الوصفه تجي رائعه، تجي محشيه كما راكم تشوفوا جوغي بسطيله كما قلت لكم لكن بالسردين. الو حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تتبعوني وتشوفوا كيفاش تجي ذوق رائع هكا، بلا ما تبقاي تنقي في الشوك ولا. الوغ ديريها على خضره واستبني بالذوق تاعها. بالنسبه للوصفه حبيباتي، عندي هنا كنت كاس تاع الرز كنت غليته في الماء والملح، عندي الفلفل الوان، عندي طماطم حبه كبيره كنت قطعتها، وعندي طماطم مصبره، الثوم والتوابل، وبيان سور ما ننساوش عندنا السردين بعد ما كنت غسلته مليح نقيته راكو شتو خليته بجيه. هنا اول حاجه حبيباتي راح نديروا الحشو تاعنا. كنت درت في مقيله، درت شويه تاع الزيت، شويه تاع زيت الزيتون تسخن مليح مليح. ومن بعد واش راح ندير حبيباتي؟ اول حاجه راح نبدا بالفلفل. قلت لكم الفلفل درت حبه كبيره تاع فلفل اخضر وحبه تاع فلفل احمر. اذا ما عندكمش فلفل احمر تقدروا ديروا غير فلفل اخضر يكفي ويوفي. هنا من الجهات خليته يتقلى، كنت هنا درت في بول شويه تاع السميد برك، درت فيه شويه تاع الملح، فلفل الكحل، شويه تاع الكمون، شويه تاع الكركم، وشويه تاع فلفل عكري. خليته بجيه هذاك باش نرمد فيه السردين. هنا كنت بعد ما تقلت لي هذاك الفلفل تقلى لي مليح وذبل شويه، كنت زدت عليه حبيبه كبيره تاع طماطم كنت قطعتها مربعات صغيره، زدت عليها الثوم، طماطم مصبره مغرفه ماشي معمره، وزدت عليه شويه تاع الفلفل الاحمر درته حار لمحبين الحار، واللي ما تحبش الحار تقدر دير ما ديروش. درت هنا لي زيبيس، الملح، فلفل الكحل، الكمون والكركم، وشويه تاع فلفل عكري. كمان التوابل اللي درتهم في السميد درتهم في هذه لاصاص. هنا بعد ما تقلت لي مليح مليح كنت زدت عليها شويه تاع الماء. هذا ما كان حبيباتي، نخليها تتقلى بعقلها حوالي 5 دقائق ونطفي عليها. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا بعد ما طفيت عليها كنت زدتها للرز تاعي ونخلط كامل هذا الحشو تاعنا، نخلطه مع الرز هكذا. هذاك الرز يتنكه كامل من هذيك التتبيله تاع اللي درناها في التكتوكه تاعنا هكذا، ما نزيدلو حتى حاجه. الوغ كما راكم تشوفوا حبيباتي خليته بجيه. هنا كنت جبت مقيله راح نطيبوا فيها، من الاحسن تكون هكا مقله ما تلصقش، تولي الحجم اللي حبيتوه نتوما، حبيتوا مقله صغيره ولا كبيره على حسب العائله تاعكم وعلى حسب السردين اللي عندكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي كنت دهنتها بشويه تاع الزيت ودرت عليها ورقه طهي، كنت قطعتها هكا دائره حطيتها في الوسط هكا باش ما يلصقليش. هنا بالنسبه للسردين تاعي حبيباتي كنت درته في ريسيبيو، كنت زدت عليه شويه تاع الملح، فلفل الكحل، الكمون والكركم والفلفل العكري، هما نفس التوابل اللي درتهم في لافاغس تاعي، نفسهم اللي درتهم في هذاك السميد، نفسهم اللي نديرهم في السردين. هذه هي حبيباتي. زدت عليها حوالي مغرفه كبيره تاع لا شابلون، الخبز اليابس المرحي، ندخل مليح هذه التتبيله في السردين نخليه بجيه. ومن بعد هنا نجي ندير المونطاج تاعي. الحاجه راهي واجده، نديرو برك نديرو المونطاج تاعنا تاع البسطيله. هنا نجيب السردين تاعي بالحبه، قلت لكم ندير الظهر تاعها بيان سور هذاك الفض نديرو نرمدها هكا في السميد ونديرها ساير دايره على المقله كما راكم تشوفوا، نحط حبه قدام حبه حبه قدام حبه حتى نكمل كامل كما نقولوا ساير دايره على المقله تاعنا. هذه هي نبداو في الاطراف هكذا ونخلو شويه خارج على المقله تاعنا، نسيو كيفاش نخلو شويه خارج هكا باش بعدا نغلقوا بها كما نقولوا. هذه هي. هنا بعد ما كملت في الاطراف جيت هنا للوسط، كيف حبيباتي نغطس كامل الحبات تاعي الظهر تاعهم في السميد اللي كنت تبلته، ونحط في القاعده تاعنا نعمرها كامل كما نقولوا حتى تولي كامل مغطيه، ما توليش تبان القاعده تاع المقله تاعنا. فوالا كما راكم تشوفوا طريقه سهله. قلت لكم تبدلوا شويه من السردين اللي بيان سور ساعات ديروه مقلي ولا مشوي ولا في الفور ولا، المهم هكا تبدلوا شويه منه. هنا بعد ما كنت كملت كامل فرجتها، كنت جبت لافغس تاعي كانت بردت لي شويه، كنت حطيتها كامل فرغتها نسيها هكا بمغرفه نسويها كامل. ومن بعد ما كملت نغلق البسطيله تاعي.
نغلق كامل هذوك الاطراف اللي كانوا خارجين، ومن بعد يتبقى لي هذاك الوسط حبيباتي. ثاني يكون هكا بقاو لي حبيبات تاع السردين كيف حبيباتي نغطس الظهر تاعهم في السميد ونعمر بهم هذاك الفراغ اللي مازال لي. هذا ما كان نعمر كامل المقيله تاعي نغطيها هكا نتحصلوا على قلت لكم بسطيله، ماشي بورق تاع الديول، ماشي بالدجاج، درتها لكم بالسردين محشيه بالرز، تجي الله يبارك تجي ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تسيوها. هنا بعد ما كملتها كما راكم تشوفوا درت من الفوق حوالي 2 مغارف تاع زيت الزيتون، يعني نعرفوا باللي الحوت ولا السردين يتمشى بزاف مع زيت الزيتون. ومن بعد نحطها فوق النار، يعني نحطها على نار قليله، بيان سور ما تكونش نار قويه بزاف كما راكم تشوفوا. يعني وريت لكم النار ما تكونش نار قويه وما تكونش نار قليله، يعني شمعه تكون متوسطه الى هادئه نوعا ما. هذه هي. نخلي البسطيله تاعي تاع السردين يعني طيب عقلها. هنا من الجاي كما راكم تشوفوا ثاني كنت وجدت معها الكسره، كنت درتها طيب كما نعرفوا، يعني نحبها تكون السردين يحبوا الزوج تاعي مع الكسره. هذه هي. هنا بعد ما طابت لي من تحت كنت قلبتها بطبسي وعاودت رجعتها كملت الطيابه تاعها في هذيك المقله، كنت رجعتها طابت من الجهه التحتانيه. هذا ما كان حبيباتي. هكذا تكون الخبيزه تاعنا ولا البسطيله تاعنا تاع السردين تكون واجده. بيان سور كنت قدمتها مع سلطه تكفي يعني وشويه تاع الكسره. اذا حبيتوا يعني ترافقوا معها شويه تاع الفريت هذا اختياري يولي لكم. يعني هي كما نقولوا هكذا يعني حجم عائلي تكفي وتوفي، يعني مشبعه صدقوني حبيباتي، وحدها يعني تكفي. فوالا حبيباتي قلت لكم يعني تجي خبيزه ما شاء الله، تجي عاليه، تجي هكذا الشكل تاعها راقي، وتبدلوا شويه من السردين وتقدموا لعائلتكم يعني حاجه جديده. هذه يا حبيباتي. تقدروا حبيباتي يعني هكا على بكري تقدروا توجدوها، يعني توجدوا السردين تاعكم في المقله، ديروا له لافاغ، تخلوها تغطوها وقت العشاء برك، يعني تشعلوا لها الفرن تحمروها من الجهتين كما نحمروا الخبيزه تاع القطايف. هذا ما كان وتكون واجده. حاجه سهله، حاجه خفيفه، وحاجه كما نقولوا تاع الصيف تولم هكا بزاف. يا مات الصيف نعرفوا بلي السردين نحبوه بزاف في الصيف. هذه هي. انا كنت حنقطع معكم هكا مرسو باش تشوفوه يعني كيفاش يجي لداخل. يجي هذاك محشيه بالرز، صدقوني يعني البنه تاعها ما شاء الله. هكذا انا شخصيا قلت لكم حبيباتي يعني نحب السردين، بس هكذا كي نجي يعني ناكلو مقلي ولا نقي في هذاك الشوك نعجز له. هذه هي. هكا يعني تاكلوها ديريكت بلا ما تنقوا، بلا ما تبقاو يعني في حاصلين في هذيك الحبه. قطعوا هكا دي مرسو وكلوهم بصحتكم. هذا ما كان حبيباتي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، نتمنى ان شاء الله تسيوها، يعني الذوق تاعها يعني ما صدقوني حبيباتي ان شاء الله هتسيوها وتشوفوا الذوق تاعها بلي ولا اروع. وبيان سور هنا كنت قسمت معكم هكا باش تشوفوا يعني كيفاش يجي طري، يجي مقرمش من برا ويجي طري، يجي ما قلت لكم هذاك الرز يجي البنه تاعو ما شاء الله، وتاكلوها بصحه والهنا ان شاء الله. هذه هي حبيباتي. هنا وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله تسيوها وتجربوها وتستمتعوا بالبنه تاعها. نقول لكم حبيباتي يعني اللي مازال ما دار الاشتراك في القناه نتمنى ان شاء الله تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.